في ليلة عيد النوروز، عيد الانبعاث والمقاومة والسلام، وفي الوقت الذي يحتفل فيه الشعب الكردستاني والشعوب الأخرى بهذا العيد، وفي الوقت الذي يتلقى الكرد فيه التبريكات من قبل شعوب العالم الحر ورؤسائه والمئات من أصدقاء الشعب الكردي، قوى وحركات وشخصيات وطنية سورية ديمقراطية، تستمر فصائل المرتزقة بارتكاب جرائمهما في عفرين المحتلة وفي ناحية جنديرس الجريحة التي تكالبت عليها تنظيمات الظلام واللصوصية، حيث أردوا 4 من سكان عفرين الكرد الأصلاء في جنديرس بينما يقومون بإيقاد نيران النوروز العيد القومي للكرد. إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بايدي في الوقت الذي ندين هذه الجريمة الإرهابية بأشد التعابير، فإننا نحمل النظام التركي وفصائل الإرهاب والارتزاق وما يسمى بالائتلاف بجميع مكوناته مسؤولية الدم المسال في جنديرس وعفرين، ونطالب بمحاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة، كما نطالب الأمم المتحدة والمجلس الأمن الدولي بإجبار تركيا الأردوغانية وإنهاء احتلالها لعفرين وسريكاني راس العين أي جري سبي ومن جميع المناطق السورية التي قامت باحتلالها، وفتح تحقيق دولي عن جرائم الحرب المرتكبة بحق شعبنا منذ البداية الأولى للأزمة وحتى اللحظة. نعاهد شعبنا وعموم مكونات شعب سوريا الأبي في يوم النوروز المبارك بأن تستمر نضالاتنا مشروعة حتى تحرير كل شبر من المناطق المحتلة